النهاردة هنحضر مع بعض شيش طاووق. وصفة سهلة وبسيطة بتتبيلة موجودة ان شاء الله عندنا في كل بيت، والفراخ تطلع معاكي جوسي، تقدري تحضريها قبليها بيوم او في نفس اليوم والنتيجة خطيرة. الفراخ هتكون طرية، والخضار ده عايزة اقولك انا بحبه اكتر من الفراخ نفسها. تقدري بقى تحضريها مع سمبوسة، سلطة، بطاطس محمرة. انا عاملة رز لبناني خطير زي الرز بالخلطة بتاعنا بس على الطريقة اللبناني. هعمله لكم ان شاء الله الوصفة الجاية. هنخش على طول بقى على وصفتنا. انا معايا هنا نص كيلو من الشيش. الشيش دي بتبقى وراك مخلية ومتقطعة، تقدري تعمليه من صدور لو انتي بتحبي الصدور اكتر، بس الوراك بتدي طراوة كده. ومعايا بصلاية مبشورة كويس، وطماطمايه مبشورة برضو من غير القشر بتاعها، والخضار انا محضراه، وزبادي والتوابل بتاعي. هنبتدي بقى الوصفة. هنحط علبة من الزبادي دي، الزبادي اللي احنا كنا محضرينها سوا، مقدار 3 معالق تقريبا كبار. وهنزل عليهم بطماطمايه وبصلايه مبشوره، وهنزل عليهم بمعلقتين من الخل كبار ومعلقتين من الزيت. الخل عشان نفتت الانسجه وتفضل طريه، والزيت طبعا عشان التسويه وتبقى بتلمع كده وهي خارجه معاكي. دول معلقه من الصويا صوص ومعلقه من دبس الرمان، موجودين معاكي اوكي، مش موجودين مفيش اي مشكله. البهارات بقى: ملح حسب الرغبه، معلقه صغيره مرقه فوريه، نص معلقه فلفل اسود، كمون، كزبره، بودرة بصل، بودرة ثوم، وبهار حلو اللي هو كبابة صيني، وبابريكا معلقة صغيرة بس مليانة كويس، وزعتر. وهقلب ده كله مع بعضه، وهنزل بقى بالفراخ عليهم، وهسيبها في التتبيلة. انا حابة اعملها قبليها بيوم، طبعا النتيجة هتبقى افضل. حابة اعملها النهاردة، انا مستعجلة واعملها، اسيبها بس في التتبيلة ساعة نص ساعة عشان الفراخ تطلع شاربة من التتبيلة كويس. بس انا حضرت هنا خضار معايا، فلفل احمر واخضر وبصل وطماطم. حطي بقى الخضار اللي انت عايزاه، او مش بتحبي الخضار ما تحطيش خالص، بس عايزه اقولك الخضار ده بيبقى طعمه حلو قوي. هبتدي اشك كده الخضار بقى مع الفراخ في الاسياخ. انا كنت حاطه الاسياخ بتاعتي دي قبل ما ابتدي اشتغل نص ساعه في ميه سخنه عشان ما تتحرقش لما تخش الفرن. هو سهله جدا وبسيطه، واكله ما بتاخدش وقت خالص، وطعمه والاطفال كلهم بيحبوها لانها شكلها مغري. بس زي ما انتوا شايفين كده، وانا هيفيد معايا على فكرة خضار هبتدي احطه برضو في اسياخ، وهسيبه يتشوي مع الفراخ بنفس التتبيلة. حتى انا الكاميرا دلوقتي هتقطع، المفروض انا هخلص بقية الاسياخ وهيفيد معايا تتبيلة في الطبق. هنزل بالتتبيلة تاني على الفراخ قبل ما ادخلهم الفرن. وعلى فكرة انت ممكن تعملي الوصفة دي وتشيلها في الفريزر وتطلعيها على التسوية. او انا حطيت هنا التتبيلة، هبتدي بقى ارصهم عشان عايزة ادخلهم الفرن. هجيب صينيه انا مغطياها بالفويل، عايزه اسهل على نفسي تنظيف شويه، انتوا عارفين بيبقى مواعين قد ايه بعد الفطار. لو ما عنديش شبكه هقدر ارصهم بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين كده. عندي شبكه هبدا احطهم برضو عليها كده عشان ياخدوا ايه علامات الايه الشوي. عندي الشبكه المقفوله، والله خير وبركه، احسن بكتير، هتدي شكل احلى كمان في التسويه. هدخلها على فرن متسخن مسبقا على اعلى درجه حراره، هتاخد حوالي نص ساعه بالكتير، وتطلع معاكي قمر كده. تديها بقى رشه بقدونس بقى، وتحسيهم ان انت جايبه لهم اكل من بره. انا عملت سمبوسك، وعملت سلطه فاصوليا، وبطاطس محمره، وهعمل الرز اللبناني ده وان شاء الله هنزله لكم اكيد الوصفه الجايه. سهل وبسيط وطعمه بقى روعه حقيقي، حلو جدا جدا جدا، والفراخ جوسي وقمر. بالالف هنا.